الحلقة التانية من سلسلة أعرف هاردويرك. في الفيديو ده هنتكلم عن دماغ الكمبيوتر، العقل المفكر لكل العمليات اللي بتحصل وشبه المسؤول عن كل حاجة. البروسيسور أو السي بي يو، هنعرف أنواعه ومعنى الكلام اللي بيكون موجود في مواصفاته وأهميته، وإزاي تختار أفضل معالج بالنسبة لاحتياجك. أول حاجة، أداء البروسيسور بيحكمه عوامل كتير، تعال نعرفهم وأقول لك فائدته. رقم واحد، الكلوك سبيد. هي دي الحاجة اللي بتكون مسؤولة عن سرعة تنفيذ الأوامر، ومش بتتقاس بالثانية، هي بتتقاس بالسايكل، ودي أصغر وحدة ممكن تقيس بيها سرعة المعالج. ولكن في المواصفات مش بيكتبوها بالسايكل، بيكتبوها بالجيجا هرتز، بسبب ان الجيجا هرتز تساوي مليار سايكل في الثانيه. ولكن هل ده معناه انك لو معاك معالج اي 5 بسرعه 2.4 جيجا هرتز هيكون اسرع من معالج اي 7 بسرعه 1.8 جيجا هرتز؟ لا، الكلام ده مش صح، لان الكلام ده بيكون صح في حاله لو انت بتقارن حاجتين من نفس الفئه، وهقول لك ليه. بس محتاجين نعرف الاول تاني عامل، اللي هو عدد الانويه، وده من اهم العوامل المؤثره، بسبب انه يقدر يخلي المعالج اداؤه احسن واسرع، ويقدر يقوم باكتر من عمليه في نفس الوقت، اللي هو المالتي تاسكينج. وده يرجعنا للسؤال، ليه الاي 7 اسرع من الاي 5 رغم ان الاي 5 اسرع؟ الاجابه عن السؤال ده في عدد الانويه، بسبب ان الاي 5 عنده نواتين بس، وده معناه سرعته كتوتال 2.4 في 2 اللي هو النواتين تساوي 4.8 جيجا هرتز، فيما معناه 4 مليار و800 مليون سايكل في الثانيه. لكن الاي 7 رغم انه سرعته 1.8 جيجا هرتز، بس هتتضرب في 4، فهتبقى 1.8 جيجا هرتز في 4 بتساوي 7.2 جيجا هرتز، وده معناه 7 مليار و200 مليون سايكل في الثانيه. وكده عرفنا مين الاسرع وليه اسرع، وعرفنا اهميه الانويه. وتالت حاجه، الكاش، دي من العوامل المهمه جدا. تعال اشرح لك بتشتغل ازاي وفائدتها ايه. لما المعالج بيحتاج بيانات بياخدها من الذاكره الاساسيه، ودي بتكون عمليه بطيئه جدا، وبعد ما البروسيسور يخلص الامر اللي انت مديهوله بيرجع البيانات تاني. لحد هنا وتمام. بعد ما رجع البيانات، فرضا البروسيسور احتاج نفس البيانات تاني او جزء منها، تفتكر البروسيسور هيرجع تاني عشان ياخد نفس البيانات؟ لا طبعا. هنا بقى هيجي دور الكاش، اللي هي عباره عن مساحه تخزين صغيره وسريعه جدا، بتكون داخل المعالج نفسه، بتحتفظ باخر المعلومات اللي استخدمها البروسيسور، وبتتجدد اول باول. كل ما البيانات تقدم وتعدي عليها فتره، الكاش بيرجعها تاني له، ويبدا ان هو يجددها باحدث البيانات. وبيعمل كده بسبب صغر مساحته، وده معناه ان كل ما مساحته بتزيد بتكون افيد وبتخلي المعالج اسرع. رابع حاجه اللي هي الثريدز، دي بتدل على ان النواه تقدر تتقسم لكام نواه، يعني يخلي النواه تتقسم لكذا نواه داخليه، بدل ما النواه تشتغل مثلا على مهمه واحده، لا، انه يقسم النواه جزئين، كل جزء من النواه يقدر ان هو يشتغل على حاجه تانية، ودي بتساعد جدا في المالتي تاسكينج. وطبعا كل ما عدد الثريدز يزيد ده بيكون احسن ليك، لانه بيقسم النواه لكذا نواه، وده بيساعد جدا في اداء البروسيسور. خامس حاجه وهي المعماريه، دي بتكون معقده شويه ومش مفهومه، بس انا هحاول افهمها لك. دي بتعود لحجم الترانزستور الواحد داخل المعالج، وبتتقاس بالنانومتر. النانومتر دوت وحده قياس صغيره جدا بيقيسوا بيها حجم الترانزستور الواحد داخل المعالج، تمام؟ وكل ما حجم الترانزستور يصغر، ده بيدينا القدره ان احنا نخلي المعالج يحتوي على كميه اكبر من الترانزستور، وده بيخليه اسرع، وفي نفس الوقت تقدر تصغر حجم البروسيسور، وده هيكون مفيد جدا لمعالجات زي معالجات الهواتف، ان هي بتكون محتاج يكون حجمها صغير. في مصطلح تاني دايما كلنا بنسمعه، وهو كسر سرعه المعالج، وده بيكون عن طريق رفع الكلوك سبيد اللي اتكلمنا عليه في الاول، عن طريق برضو رفع التردد بالنسبه للمعالج، او رفع الطاقه الواصله للمعالج. بس ده مش بيحصل مع كل المعالجات او مع كل البورد، لازم حاجات معينه، وده تقدر تفهمها اكتر لو رجعت شفت فيديو لوحه الام او المذر بورد اللي هتلاقيه موجود في وصف الفيديو. بعد كده ننتقل لبعض عائلات المعالجات من انتل، زي الاي 3 والاي 5 والاي 7 والاي 9. طبعا عارفين ترتيبهم زي ما هو واضح على الشاشه من حيث الاداء، بس احنا هنركز دلوقتي على شرح الرموز اللي بتكون موجوده في اسم كل معالج، وخصائص وفائده كل رمز. اول رمز معانا هو رمز الكي، بمعنى انلوكد، ودي المعالجات اللي بتدعم كسر السرعه، اللي هو الاوفر كلوكينج، بمعنى الشركه صممته انه يقدر يشتغل على ترددات اعلى، وطبعا بيحتاج برد معينه وتبريد جيد. وزي ما قلت لك، فيديو المذر بورد اللي هو الحلقه الاولى بيتكلم اكتر ويفيد اكتر في الموضوع ده. تاني رمز وهو الاتش، بمعنى الهاي بيرفورمانس، بمعنى اداء عالي. ثالث رمز وهو اليو، بمعنى الترا لو باور، موفر للطاقه بشكل كبير، وده بيجي على حساب الاداء اللي بيكون منخفض او متوسط. رابع رمز هو الاتش كيو، بمعنى الهاي بيرفورمانس اند كواد كور، اداء عالي جدا واربع انويه، وده بيزود جدا من اداء البروسيسور وبيعلي من سرعته، واحنا عرفنا الانويه بتفيد في ايه لما اتكلمنا عنها. خامس رمز هو الاتش كي، بمعنى هاي بيرفورمانس اند انلوك، اداء عالي جدا وبيدعم كسر السرعه. سادس رمز معانا هو رمز الاكس، بمعنى اكستريم بيرفورمانس بروسيسور، هي دي الفئه اللي تقدر تقدم لك اقصى اداء ممكن المعالج يديهولك، اداء خرافي. عشان كده بتكون موجوده بس في معالجات الاي 7 والاي 9، غير ان هي كمان بتدعم كسر السرعه. سابع رمز والاخير معانا هو رمز الواي، بمعنى اكستريم لو باور، الاسوأ من ناحيه الاداء والافضل من ناحيه حفظ الطاقه. كان في فيديو قبل كده على القناه كنت متكلم عليه عن المعالجات القديمه زي البنتيوم والكورت ديو والكورت كواد، هو فيديو قديم شويه، بس انا كنت متكلم عن كل المعالجات القديمه ومواصفاتها وسعرها. اتمنى تكون فهمت البروسيسور، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتقول لي رايك في التعليقات.